مش لازم نشتري مخصوص عشان ننظم ونرتب. اهلا، انا ساره، والنهارده هديكم افكار حلوه قوي ازاي ننظم ونرتب المطبخ بامكانيات بسيطه جدا، وهقول لكم ازاي تجمعوها بكل التفاصيل بشويه تغييرات بسيطه لو انت حابه عشان تكوني مميزه ومختلفه. اول حاجه تجمعوا لي كده كل البطرمانات اللي عندكم، دي تجميعه كبيره عندي بقالها فتره، وانا بشتري اي حاجه بفضل ان انا اجيبها بازاز، صلصه طماطم، مخلل، مكسرات، عسل، اي حاجه، او حتى لو هشتريها في بلاستيك تكون بنفس السايز، او انا حاجه هشتريها على طول وبستخدمها على طول فتكون الحجم ده المناسب ليا اللي انا هستخدمه بعد كده في التنظيم والترتيب بتاعي، ده اللي هيكون بعد كده هشتري منه على طول. فزي ما انتم ملاحظين عندي كميه من كل نوع، وهقول لكم افكار لكل شكل وحجم. الاول، عارفين الشوكولاته دي طبعا، وفي شوكولاتات كتير قوي سويتس كده بنجيبها للاطفال بتكون موجوده في علب شكلها شيك. انا ممكن استغل ده واشتري شويه، يعني ما بيكونش مبلغ كتير قوي عن العلب اللي بتكون عاديه. فدي علب ويفر انا جمعت منها الوان تليق عندي، وعملت منها مجموعه حلوه اقدر احفظ فيها حاجات، يعني مش هغسلها بعد كده، يعني ما ينفعش ان انا اغسلها عشان ده صاج، وطبعا انتوا عارفين ان هو بيصدي. فانا احط فيه مثلا كوكيز، هحط فيه سويتس جايباها مثلا في علب عاديه، فحابه ان هي تكون محطوطه وشكلها حلو، طب في اي مكان. الفكره هنا بفهمكم ازاي تختاروا وتشتروا لو انتوا عايزين تعملوا نقطه التنظيم بحاجات موجوده عندكم. ممكن احط فيها كمان المكرونه، والمكرونه دي ما بنغسلهاش اكيد، فبنفضيها على طول من الاكياس وبنطلعها وما بنحتاجش ان احنا نغسلها. فانا حبيت ان انا احط فيها هنا المكرونات، وانتوا بتختاروا النوعيه دي خلوا بالكم الحجم. يعني هنا المكرونه اكيد اقل كيس احنا بنجيبه بيكون 400 جرام، فانا عايزه اكون العلبه بتاعتي فيها ان هي تساعي ان انا احط على الاقل الكيس كله، او باقي الكيس اللي يكون مكمل عندي. بس انا بحب ان انا افضي كيس اول باول، فانا هراعي ده ان انا اخلي العلب بتاعتي اللي احط فيها المكرونه. فانا حبيت هنا ان انا استخدمهم للمكرونه، فجمعت منهم كميه في نفس الوقت. وانا بجمع منهم الكميه اللي انا عايزاها، انا عارفه ان انا استخدمها للمكرونه، فجبت منها الحجم الكبير اللي انا هعرف استخدم فيه المكرونه. فاهمين النقطه؟ تاني فكرة معانا البطرمانات العادية الإزاز، فأنا جمعت بطرمانات العسل، بطرمانات الصلصة، بطرمانات أي حاجة عندي، وعملت فيها تاتش بسيط خالص خالص لو أنا مش حابة أستخدمها إزاز كده بس من غير أي حاجة. بس حتى لو استخدمتوها من غير أي حاجة وحطيت عليها حتى الليبل بس بتاع السكر، قهوة، ملح، أي حاجة من الحاجات دي، صدقوني هتفرق جدا في إن هو يكونوا كلهم إزاز، كلهم كده باينين، حاجة منظمة وحلوة قوي. فأنا هنا جبت لون بينك أو أي لون أنتوا عندكم، وبتجيبوا عارفين اللي هي سلكة الودان اللي هي فيها قطن دي، مجرد ان انا بنزل في اللون وبعد كده بطلعها احط نقطه كده على الازاز، وهكذا خلصت كل البطرمان وسبته ينشف. اما الغطيه بتاع البطرمانات هي كانت عندي كلها جولد، بس انا كان لايق شويه على المطبخ عندي السيلفر، فانا دهنته سيلفر. بس السيلفر مش حلو قوي، ما بفضلش فيه في حاجه انت تستخدموها على طول. السيلفر مش حاجه حلوه ان هي تتعرض لايديكم على طول، انا باخد بالي. انا حبيت اعرفكم النقطه دي، ممكن انكم تجيبوا ستيكر وهعرفكم كمان الفكره دي كمان شويه. اما لو عايزين تدهنوا ابعدوا عن السيلفر. بس اضافه بسيطه حبيت ان انا اضيفها هنا، جبت خيش ملون وكمان بلون السيلفر، واكيد استخدموا الخيش العادي او في منه الوان ابيض كمان تقريبا، وتقريبا في جولد. شوفوا الالوان المناسبه ليكم او الكوليكشن كله عايزين تطلعوه شكله عامل ازاي، ولفيته كده على البطرمان وعملت فيونكه في النهايه. صدقوني فرقت جدا وخلت الشكل جميل قوي بحاجه بسيطه خالص خالص. اكيد نقدر نستخدمها في اكتر من حاجه، مش بس البهارات، البقوليات او الحاجات اللي احنا بنخزنها للاكل. بعمل بطرمان لقمع التزيين بكل ملحقاته، بطرمان كمان للقطاعات، بطرمان لاي حاجه عندي بستخدمها تبقى بس عارفين اللي هي موجوده كده سايحه في اي مكان. لا، انا بجمعها واول ما هكون بفكر في الحاجه دي هطلع البطرمان فيها كل الحاجه اللي انا محتاجاها. حبيت اعرفكم هنا حتى لو ما غيرتوش شكل الغطا، انا استخدمته اهو، يعني ما غيرتش شكل الغطا وما عملتش فيه اي حاجه، استخدمته بنفس الشكل، بس على الاقل ان انا عملت تنظيم عندي. انا عندي ارفف شويه، فانا حابه ان الشكل يكون منظم اكتر ويكون شكل جمالي، فممكن البطرمان ده ما احطوش في حاجه هتكون باينه، مجرد بس ان انا احطه في الظرف عندي، بس انا منظمه المكان. بس تخيلوا انكم تفتحوا الظرف كده بتاعتكم بتاع المطبخ وتلاقي كل حاجه في مكانها، كل حاجه منظمه، عارفين لو انتم مغمضين حتى تدخلوا ايديكم تجيبوا اللي انتوا عايزينه. هو ده النظام اللي بيسهل عليكم حتى تبقوا داخلين مبسوطين، مش انكم بس كده مجبرين تخشوا، لا حابين الموضوع. وفكره كمان معانا، انا كان عندي العلب دي هي ليها غطيان بس هي ضاعت مني للاسف بقالها فتره، وانا بحب ان انا استخدمها كتير قوي، كنت زعلانه جدا عليهم وكنتش بعرف استخدمهم لحد ما شفت فكره كده على بنترست، طب ليه ما اعملهاش على نفس الحجم بتاع العلب، بس هي كانت معموله على البطرمانات. فانا هديكم الفكره وانتوا تقدروا تعملوها على البطرمانات. لو مش حابين تعملوا ستيكر لزق على الغطا، او لو مش حابين تدهنوا الغطيان، فانتوا تعملوا الفكره دي زي كفر كده بيتحط على الغطا، بس هو بيبقى رخم شويه لو انتوا هتحطوه على البطرمان او على الغطا بتاع البطرمان، فكل ما هتيجوا تفتحوا مش هتبقى يعني الاستيك هيبقى بيلم تاني، عارفين ازاي؟
فاهمين قصدي؟ او ممكن تخلوا الاستيك يكون واسع شويه، فبالتالي وانتوا بتفتحوا وبترجعوا الغطا تاني هيبقى سهل بالنسبه لكم. فانا عملت الشكل ده، وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوا بحجم البطرمانات ويكون ستاندرد كده. ولو بتعملوا عارفين اللي هي بيبقى اللون الاحمر وفيه نقط بيضه، حتى لو ما دهنتوش البطرمان او حطيتوا فيه النقط دي فهتبقى شكلها حلو قوي، او المربعات كده. حتى لو البطرمانات كلها احجام مختلفه واشكال مختلفه، هي هتجمعهم كلهم وتحسسكم انكم معاكم طقم واحد مفيش اي اختلاف فيه. وكمان البوكسات دلوقتي متاح ان البوكسات ليها غطيان، بس انا ما كنت شارياها ما كانش ليها اي غطيان، وما كانش كمان لسه الفكره دي موجوده. فكنت بحب ان انا احط حاجات فيها، سواء مثلا البصل الثوم الحاجات دي ما كنتش بحب ان هي تبقى باينه عندي، فانا عملت لها كمان نفس الفكره اللي عملتها للعلب اللي ما كنتش لاقيه الغطيان بتاعتها. وصراحه صراحه صراحه حتى لو انا عندي غطيان البوكسز دي، فانا هعمل لها كمان الكفر ده، مديلها شياكه شياكه غير طبيعيه يا جماعه بجد. ما كله كده بيتحط تحس انكم فعلا طالعين من مطبخ بنترست كده مرسوم، شكله لذيذ قوي. واكيد تقدروا تعملوه بالالوان اللي تبقى مناسبه للمطبخ بتاعكم عشان يطلع في النهايه كله مكمل بعضه. نيجي على التغيير التاني، لو انتوا مش حابين شكل الغطيان فانا جبت هنا ستيكر، بس حاولوا تختاروا نوع كويس. فانتوا بتاخدوا مقاس الغطا وبتعملوا حواليه كمان لو عندكم حاجه دايره اكبر من الغطا شويه. بس لو انتوا مش عندكم، انا عملتها كده بشكل عشوائي، بس بعد كده هشيل الزياده بالمقص مفيش اي مشكله. ما تدخلوش الجزء الستيكر ده جوه، عشان وانتوا بتفتحوا وبتقفلوا هيطلع فرافيت كده صغيره مش هتشوفوها، او حتى لو كبيره شويه فده غلط. كمان لو انت تستخدموا الحاجات دي في اكل على طول دايركت، فانا بعرفكم بس ايه الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها. ابدا ان انا اشد الظرف بتاعي وادخله لناحيه جوه، اشد الظرف بتاعي وادخله ناحيه جوه. اوكي وباجي هنا كده عند ناحيه جوه بدخله يا اقصب اهو بالشكل ده كده، فبقى معايا الشكل اللي انتوا شايفينه. وجبت كمان الخيش العادي بالستاندر، مش زي السيلفر اللي كنت مستخدماه من شويه، وعملته بنفس الطريقه بالظبط. وفي النهايه فيونكه حلوه كده. شايفين الشكل قد ايه اختلف؟ واكيد لو انتوا عملتوه بلون ابيض، عملتوه بلون بينك، حتى كله يكون مناسب للون المطبخ بتاعكم او الديكور بتاعكم، هيمشي الدنيا كلها مع بعضها. وعندي كمان النوتس اللي بتكون ستيكر كده، طبعتها بس طبعتها حجمها كبير شويه، فانا هطبع منها كمان حجم تاني صغير. فانا حبيت اقول لكم بس ظبطوا الحجم على حسب البطرمان. بتروحوا لاي مكتبه بتصور عادي وتقولوا لنا عايزين نطبع طباعه ستيكر. حتى كمان كيس الكاتشب ابني بيحبها قوي في اللانش بوكس، فانا بجيب منها كميه، فكان بتبقى موجوده معايا في كل مكان وبقعد ادور عليها، وكمان تطلع من الكيس بتاعها. بجد انتوا ما تنظموا الموضوع بتاعكم بتلاقوا ان الدنيا قد ايه سهله. نظمت لي كل حاجه من مكسرات لكوكيز لفشار، اللي هو الدوره بتاع الفشار، حطيت فيهم الحاجات اللي بزين بيها التورته، بزين بيها حاجات بتكون عينات صغيره. دي كل الافكار اللي انا حبيت ان انا اديها لكم النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منها. وقولوا لي هتعملوا اي فكره فيهم، ولو عملتوا اي فكره فيهم كمان ابعتوا لي على وسائل التواصل التانية، وان شاء الله ممكن نعمل بيها فيديو وندي افكار تانية لغيرنا ان هم يقدروا يعملوها. نتقابل باذن الله بفيديوهات وافكار مختلفه. سلام عليكم.